السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ نبتدي اليوم كده. نبتدي يوم كده مع بعض، نسمي الله كده ونبتدي كده. انا كنت ايه؟ بحضر الفطار، بس ما اعرفش انا اتشقلطت ليه كده مرة واحدة. انا هنا كنت عملت الكابتشينو اللي انا كنت عاملاه معاكم، كنت حاطاه في الفريزر. والله كان طعمه تحفة. بصوا المسحوق ده اسمه بريمو. قالوا لي استخدميه، حطيه مع كيسين اوكسي، هيبقى حلو قوي في الغسيل. انا بصراحه لسه ما استخدمتهوش، يعني لسه ايه، انا عملت الميكس ده كده ايه النهارده. قالوا لي حطي الكيسين ده على ده هينضف لك الغسيل، لاني بستخدم مسحوق غسيل ياما قوي. يعني انا ممكن اشغل غسالة مرتين تلاتة في اليوم، بيبقى عندي كمية الغسيل. بصراحة بتبقى صعبة، على طول على طول بغسل. هنا انا هنعمل ايه النهارده؟ احنا النهارده يعني ايه، مواعين. غسلت الشفاط، أنا ما كانش عندي مواعين ياما يعني ما. الشفاط غسلت الشفاط برضو. كان يوم تنظيف كده بسيط كده معايا. ليه؟ لان انا بصراحه كان عندي اكل، ما كنتش هعمل اكل، يعني كان عندي كذا حاجه في التلاجة، فقلت اطلعهم كلهم ايه. كان كذا حاجه، يعني قلت اللي عايز ياكل من الصنف ده، اللي عايز ياكل من الصنف ده، المهم ايه، قلت لا حرام ما اعملش اكل طالما ايه عندي اكل. بس اشطب بس كده المواعين دي كده الاول. بس هعمل لهم صنف حلو، بصراحة جميل، هيعجبكم بالبطاطا. طبعا ده موسم البطاطا، البطاطا على طول عندنا في البيت. جبت البطاطا بعملها بالكريم كراميل واللبن. والله يعني مش شكرانية في نفسي، بس والله كان طعمها تحفة. جربوها كده. انا بسلقها وساعات ما بسلقهاش، ساعات لما هي بتتبقى عندي مطرح ما انا كنت شوياها او سلقاها، بناكل منها اللي يتاكل. وساعات خلاص بتبقي يعني زهقنا من بس كانت مشوية اكلنا فيها يعني اللي يكفينا وبتفيد. اروح عاملاها في شوية لبن وشوية سكر، واحط عليها شوية كريم كراميل، واعملها والله بتبقى تحفة. وساعات برضه اعملها بحتة سمنة مع شوية لبن وسكر، وارش عليه واسويها كده في الصينية، واحط على وش الصينية سكر، وادخلها على الشواية. السكر اللي على الوش بيبقى مكرمل كده، بيبقى طعمها حلو قوي. بحب اغير يعني ايه ما بعملهاش في صنف واحد، يعني على طول مسلوقة او على طول مشوية في الفرن، لأ، بحب اغيرهم. احنا بصراحة بنحب البطاطا يعني. ودلوقتي الموسم بتاعها يعني تلاقيه على مالية السوق يعني. بس هنا بس كنت بغسل الشفاط. بص انا الشفاط ده لازم انزله كل اسبوع، بكتيري قوي 10 ايام، فتلاقيه مش صعب قوي في غسله يعني. او برضو كنت شايله عيون البوتاجاز، نعقاها في البتاع ده. نقعتها في ملح ليمون وميه وغليتها كده وعملتها. اهو بصي البوتاجاز نضيف ازاي. النهارده رحت اجيب التومين، قلت له عايزه علبه سمنه وبالباقي مكرونه. اعطاني علبه سمنه وثلاث اكياس مكرونه. قلت الحمد لله. هنا جبنا ايه، كيلو بطاطا. البطاطا حمرا هي مسكره. كانت البطاطا لما تبقى حمرا كده بتبقى مسكره، او سكريها بقى زي ما انتي ما عاوزه، يعني السكر اللي يعجبك. هنا انا اقشرها واقطعها كده ايه، واسلقها في شويه ميه واحط لها سكر. انا حطيت لها 5 معالق سكر. هنا اقطعها كده وانضفها. بس مع شويه الميه اهي. هنا بقى كنت محضره اللبن وبكوين كريم كراميل والكراميل وفانيليا. القالب بس انا هغير القالب ده لانه كان بصراحه صغير عليه، هعمله في المدور. هنا احط كده وبالهاند بلندر اضربها، عايز تضربها في الخلاط. اما اهم حاجه تبقى سايله خالص منك. انا سلقتها ايه بشويه ميه، شويه ميه صغيرين، كوبايه ونص ميه كده. وحطيت 5 معالق سكر. وهنا ضربتها كويس مع اللبن. وهنا فضيت الباكوين الكريم كراميل. هفضل اضرب فيها لحد لما ايه،
ما تبقاش فيها تكتلات خالص، واحط معلقة صغيرة سوري فانيليا. اهي هنا بعد ما اضربها كويس احطها على النار شوية تغلي كده 3 دقايق، من دقيقتين ل3 يعني ما. اهي جربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. كل مرة افكركم باللايك، يا ريت تعملوه كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، ما تنسونيش. وعايزة كومنت حلو منكم كده. بصوا هنا كده ايه، هعملها برضو كده، هعملها برضو خلطة كده بالهاند بلندر كده بسرعة. انا مش عايزة يبقى فيها تكتلات خالص، يعني عايزاهم اللي ياكلها هو بياكل كريم كراميل. والله اللي اكلها يعني كل اللي دقها والله كانت طعمها حلو قوي، عجبته. طريقة جديدة وان شاء الله تعجبكم. انا هنا كنت غيرت القالب، وكنت حاطه الكراميل بتاعها في الارض، بس مش في الارضية القالب، بس مش عارفه هي مش باينه ليه. ممكن عشان هي غامقه والكراميل غامق. وعلى فكره انا عايزه اقول لكم ان هي ما لحقتش تتحط في التلاجة. انا حطيتها على الرخامه تحت الشباك بتاع المطبخ ساعة زمن، بصراحه ما لحقتش احطها في التلاجة، راح اشوف عشان قلت لما تبرد احطها في التلاجة. والله ما اتحطت في التلاجة اهي، وكانت بالمنظر ده. انا ماسكاها تحت القالب كده اللي في الارضيه بتاعت القالب، وقلبت صينيه كده وحطيتها فوقيها. واهي. وتفضلوا معانا وان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله، وطريقه سهله وسريعه. ايه رايكم؟ يا ريت لايك كده حلو منكم، وكومنت جميل من احلى اصدقاء في الدنيا. يا رب الفيديو يعجبكم، رايكم يهمني. ايه رايكم؟